السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم مانتيكا باللوز ايفيلي. بقاو معايا الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هنا عندي كاس ديال السكر سنيده، غنزيدوا عليه كاس ديال الكوكو، واحد فلان كراميل. عندي هنا كاس ونص ديال اللوز محمر ومهرمش، غنخلطهم مزيان ونزيد عليهم نص كيلو ديال الدقيق، نزيد عليهم 7 غرام ديال خميره الحلويات. نخلطوا كلشي مزيان ونجمعوا الدقيق ديالنا بزلافه ديال الزيت. مهم الزيت على حساب الدقيق ديالكم، لحقاش كل دقيق وشحال ديال الدقيق، كل دقيق شحال ديال الزيت كيهز. مهم نتوما وعلى حساب الدقيق اللي عندكم. المهم هنا جمعت العجينه ديالي، تحصلت على واحد العجين رطب. راه كتشوفوا العجين ديال المانتيكا كيجي رطب بزاف. المهم هنا وصلت للقوام اللي بغيت. دابا ما بين جوج بلاستيكات غنسرح العجينه ديالي ونقطعها بالمرشم، يكون دائري وصغير. هنا العرض ديال الحلوه ديالي غيجي شويه عريض. شوفوا هنا على الحجم اللي خليت المانتيكا ديالي، يعني عريض شويه. دابا غنحطوهم في الصينيه اللي مسبقين ليها ورق الفرن، وغندهنوها ببيضه واحده مع شويه ديال نيسكافيه، ونزينوها باللوز ايفيلي، وندخلوها للفران طيب على نار هاديه، طيب من الفوق. من بعد نهبطوها تحمر. وبعد ما طابت لينا المانتيكا ديالنا، شوفوا الريزلت في الاخر كي جات. الصراحه واحد المانتيكا زوينه بزاف، معلكه. مهم واحد المذاق الصراحه زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها، وإلا جربتوها راه ما غتندموش عليها. الصراحه شي حاجه زوينه، راه ساهله، ما كتديش شي مقادير زعما. الاخوات طلبوها لي في الانستغرام، قلت ضروري خصني نحط لهم الوصفه والطريقه. مهم كنتمنى الفيديو يعجب لكم، وطبعا الى عجب لكم ما تنسونيش باللايك ديالكم الزوينين والكومونتيرات، وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.